السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انه قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، اول كلامنا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ان شاء الله النهاردة وصفتنا جميلة جدا وسريعة التحضير، وبدون ما تدهني بكل طبقة وطبقة زبدة. تعالي نشوف الجمال والحلاوة ده اتعمل ازاي. كان سخن بصراحة، ما قدرتش ان انا ارفع كده، جبت الشوكة ورفعت لكم بس ما شاء الله كان طعمه حاجة من الروعة، وينفع في العزومات. يلا نخش على المقادير بتاعتنا. الصاج ده خد معايا حوالي لفتين قلاش، هنقطعه ونفتفته. لو عندك قلاش بقاله فترة في الفريزر ومهري وما انتش عارفة تستعمليه، تعالى اقولك هتستعمليه ازاي. هتقطعي القلاش كده بالطريقة دي زي ما حضراتكم شايفين، قطع صغيرة خالص بنفس الطريقة. والله العظيم الحاجات دي بتتعمل بسرعة الصاروخ. هنجيب صينية طبعا مدهونة زبدة كده او سمنة، بلاش زيت عشان هينشفه من تحت. هجيب طبعا هنفرفط القلاش بتاعنا كده ونسيبه واحدة من واحدة كده. هتفرديه في الصينية زي ما حضرتك شايفة كده، لازم تفرديه. لو حسيت ان الصينية كبيرة عليه قطعي شوية من اللفة التانية، ولازم تظبطي نفسك كده وتتكي عليه بالطريقة دي. هتجيبي حوالي 3 معالق زبدة صغيرين كده، هترشرشيهم بالطريقة دي. مش هنغرق خالص زبدة خالص، وبصراحة ما بياخدش سمنة كتير ولا حاجات من كل طبقة بطبقة لازم تدهنيها. اي حشو عندك هتحطيه. انا كان عندي لحمة مفرومة، اي حشو عندك ممكن تحطي، حشو فراخ، حشو اي حاجة. دلوقتي معايا فلفل الالوان، وانا حطيت اللحمه كده بالطريقه دي. رشيت الفلفل الالوان كده، شوفوا ما شاء الله لوحه فنيه بصراحه، حاجه كده من الاخر. لازم لما انت بتعملي الاكل يكون نفسك مفتوحه كده وبتبدعي لاولادك او لضيوفك او اي حاجه. عندك شويه زيتون كده، انا كان متوفر عندي الزيتون اخضر، ولو اسمر هيبقى جميل جدا ويدي طعم روعة لصينية القلاش. وكده بعد ما خلصنا طبعا شوية جبنة كده موتزاريلا او اي جبنة او بلاش خالص، هتحطيها بالطريقة دي. اللي وصل معايا الفيديو لغاية هنا ما ينسيش يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليوصل لكم كل جديد. هنحط طبعا لفة القلاش التانية، طبعا احنا مقطعينها بنفس الطريقة بتاعت الاولانية كده. بالطريقة دي لازم تفرفطيه كده من بعضه علشان ما يبقاش طري جامد ويبقى معجن ومش كويس معاكي. هننزل طبعا هنغطي الطبقة الاولانية كده بالطريقة دي. وبعد ما غطيتها كده بنفس الطريقة هنحضر معاكم تشريبة التوريق بتاعتنا. تشريبة سهلة وبسيطة ومكوناتها موجودة في البيت وبأقل التكاليف. هتكوني حضرتي احسن صينية قلاش عندك لاولادك. ما شاء الله كده لازم تظبطي كده وتغطي كل الحشو بتاعك. وكده بعد ما غطينا كده الحشو بتاعنا، معايا حوالي عدد 2 بيضة وحوالي كوبايتين 2 حليب، هنحطهم على البيض كده. اي حليب عندك متوفر، مش لازم حليب معلب. لو عندك حليب دسم بيبقى جميل. 3 معالق قشطة معاكي كده حلوين. انا مش هحط زبدة خالص. معلقة الملح طبعا هتظبطي الملح بتاعك كويس. رشة فلفل اسمر عشان البيض. هنقلب المكونات دي كلها في بعضها حلو قوي 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 لغاية لما يندمج مع بعضه. وما تنسيش معلقتين الدقيق في الاخر، دولت بيودوا التشريبة في معنى تاني خالص وطعم جميل. ربع كوباية زيت عليهم كده، وهتقلبي المكونات دي كلها لغاية لما تبقى كريمي كده بنفس الطريقة. وكده هتكون جاهزة معانا صوص التشريبة بتاعنا بتاع القلاش بتاعنا بمعلقة كده وكمان الصاج ما شاء الله عليه، فلازما تسقي كل حتة فيه. ما شاء الله كان جميل جدا، حاجة كده وتغيير في الأكل.
وكده بعد ما خلصت كده سقيت صوص التشريبة بتاع صينية القلاش بتاعنا كده. هتميلي الصينية رايح جاي كده وتتأكدي ان كل حاجة شاربة، وشوية فلفل اسمر كده حلوين، ولو عندك شوية بابريكا بيدوا لون جميل جدا. ودي كان شكل صينية القلاش بتاعتنا بطريقة سهلة وبسيطة، وتقدري تعمليها وتحضريها في ثواني. بعد ما خرجت في الفرن وادت اللون، يعني ما ادتنيش اللون قوي كده، رشيت جبنة موتزاريلا عليها. لو مش حابة خلاص دي حاجة ترجعلك. هندخلها الفرن ونديها وش كده. خدي بالك الجبنة الموتزاريلا تنشف وشها، فانت خدي بالك في التحمير كده وانت بتحمريه وشها. ما شاء الله. وده كان اللون بتاعنا، ما شاء الله، الله اكبر، حاجة حلوة خالص ما شاء الله. شوفوا الجمال وريحته، مش هوصف لكم ريحته عاملة ازاي. ما شاء الله ريحته جميلة جدا. وكده ممكن تكوني حضرتي وجبة غدا لأولادك. ما شاء الله. هنبدأ نقطعه كده وهوريكم شكله. ما شاء الله حاجة كده طري، اكنك عاملة رقاق طري خالص من الرقاق اللي انت بتعمليه باللحمة. ما شاء الله. واحلى كمان. هتقطعيه كده بنفس التقطيعة او حسب التقطيعة بتاعتك، وهتقدميه وبألف هنا على قلبكم. وتقدري تقدميه سخن على السفرة بتاعتك، وهيعجب ضيوفك واولادك بالطريقة دي. شوفوا الجمال والحلاوة. ما شاء الله. قطعي التقطيعة اللي تعجبك خالص. وكده بعد ما قطعناه شوفوا ما شاء الله حاجة كده بصراحة تفرح، جميلة جدا ما شاء الله. شوفوا قلبه. وزي ما قلتلك الحشوة اللي تعجبك هتحطيها فيه. ما شاء الله. كان سخن، ما قدرتش ارفعه بصراحة من السخونية بتاعته، بس ما شاء الله باين عليها هو قدامكم. اللي وصل لغاية هنا ما ينساش يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليوصل لكم كل جديد، ويوصل لكم كل وصفاتي. واللي نفسه في حاجة يكتب لي في التعليقات هو عايز ايه، وانا ان شاء الله بعون الله كده هقدمها له بأسهل الطرق. يلا، وده كان فيديو النهاردة، واشوف وشكم على خير من اكلك احلى مع ولاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا احلى متابعين.